اليوم غادي نقدم لكم انجح كيك يومي ناجح وسهل كيصلح للفطور والكوتي وكيجي خفيف وهشيش بزاف. غادي نعطيكم جميع المقادير بالدقه وطريقه التحضير مع جميع النصائح والاسرار باش ينجح معك من اول مره. سلام كبيدات، كدايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ نتمنى تكونوا في صحه جيده يا ربي. الله يسهل عليا ويسهل لكم ويرزقني ويرزقكم وييسر امري وامركم يا رحمن يا رحيم. نبداو على بركه الله. هادو هما المقادير باش نخدموا هاد الكيك ديالنا. غادي نبدا معكم خطوه بخطوه. غادي ناخذ واحد البول باش ندير فيه البيض. البيض خاصو يكون بحراره المطبخ. غالبا تيكون البيض عندنا في الثلاجه، اما في هاد الوقت ديال البرد راه غالبا تيكون على برا. ملي تيكون عندنا في الثلاجه خرجيه ديريه في شويه الماء دافئ وخليه وبداي تخدمي به، اولا خليه واحد نص ساعه المكانه عاد تبداي تخدمي به. ضروري من هاد الحوايج خاصكم ديروها باش ينجح معكم الكيك. درت هنا 4 ديال البيضات، زدت عليهم 3 شويه ديال الفاني، طربته واحد شويه، ودابا زدت واحد كاس ونص ديال السنيده، وغادي نبقى نطرب فيهم مزيان بهاد البخا حتى كيبيض ليا الخليط. يمكن لكم تستعملوا مولينكس اولا الهاشوار اولا الطراب اليدوي، المهم ان الخليط يبدا يبيض معاكم. هاد الادوات كيساعدونا باش نطلعوا الكيك زوين. كنزيد ياغورت فاني، يمكن لكم ديروا ياغورت بنان، وكنطرب مزيان. غادي نزيد كاس ديال الزيت وغادي نزيدو تدريجيا. من بعد غادي نزيد كاس ديال الليمون او البرتقال. دابا غنزيد قشور ديال البرتقال او الليمون، غير لو زاز ديالهم كيعطي واحد المذاق زوين في الكيك. ونزيدو شويه ديال الملح لتصحيح الذوق. غنزيدو كاس الاول ديال الدقيق، غادي نغربلوه مزيان. من الاحسن تغربلوه مره وجوج، هذاك راه غربلته انا ودابا كنعاود نغربلو، هذه المره الثانيه كنغربلو. من بعد ما خلطت الكاس الاول غادي نزيد الكاس الثاني، نزيد الكاس الثاني حتى هو غربلته كما كتشوفوا. ونزيد الكاس الثالث، كنزيد معهم 3 الخمارات من فئه 8 غرام وكنخلط الكل. وهذا هو القوام ديال الكيك اللي حصلنا عليه، ما يكون خفيف ما يكون ثقيل. ملي كنكتبوا 8 كتبان لينا. راه ديجا وجدنا المول ديالنا، دهنا بشويه ديال الزيت او الزبده ورشينا بشويه ديال الدقيق، ودابا غنفرغوا فيه الخليط ديالنا. نخليوه يرتاح شي 5 ديال الدقائق. من بعد مباشره كندخلوا الفران بارد، كنديروا على 180 درجه وكنخليه 55 دقيقه. كل وحده والفران ديالها. المده ديال الطهي كتكون ما بين 45 دقيقه حتى لساعه المكان، كل والفران ديالو. بعض الاخوات تيقولوا راه الكيك ديالنا عاد نخرجوه من الفران كيهبط. علاش كيهبط لكم؟ لحقاش تيكون مازال ما كملش الطياب ديالو. باش ينجح معكم الكيك ديالكم خاصكم تعرفوا هاد الاسرار. الا حليتوا الفران قبل ما طيب الكيك غتهبط لكم الكيك. ملي كملات 45 دقيقه وطاب الكيك ديالكم، قبل ما تخرجوه ديروا الموس في الكيك وشوفوا الا خرج لكم ناشف، عرفوا الكيك ديالكم راه طاب، وخليه 5 ديال الدقائق عاد خرجوه. اولا تيكون ناقص من دقيق. الكميه ديال الدقيق اللي درتو في الكيك ما كتكونش كافيه. ملي تخلطوا الخليط ديالكم تشوفوا واحد 8 ما كتهبطش دغيا، كتعرفوا راه هذاك هو القياس ديال الدقيق اللي خاص.
كتعرفوا راسكم راه درتو القياس ديال الدقيق، درت ليه كونفيتور ديال المشماش وصبغتو بلوز فيلي كيجي رائع ما شاء الله. كيك يومي خاطر كيجي من اروع ما يكون، مفشفش والمذاق ديالو يا سلام، فيه النكهه ديال المندرين او البرتقال، كيجي رائع كيجي زوين. بالصحه والراحه، جربوه ما غاديش تندموا، جربوه راه كيجي واعر. ما تنسونيش من اللايكات ديالكم، تعليقاتكم زوينه، راه تقريبا عطيتكم جميع الاسرار. ولا شي وحده عندي شي تساؤل تكتبوا لي في كومونتير، انا راه هنا الاشاره نجاوبكم. غادي نقطع مورسو باش تشوفوه من الداخل كيف جا، راه جا غزال خفيف وهشيش ورطب ومفشفش يا سلام. نتمنى ما تعكسوش عليه، توجدوه للفطور الكوتي. الا جا عندكم شي حد تفرحوا بوليداتكم عائلاتكم، وراه اقتصادي، المقادير ديالو بسيطه. دمتم في رعايه الله، شكرا لكم على المتابعه، الى اللقاء، الى فيديو قادم ان شاء الله.